والله يا جماعه ابل ضحكت علينا فعلا. مش عارف يا جدع ليه الناس كلها مبهوره بالايفون 17 اير ده ما عدا انا مش مبهور بيه خالص ومش عاجبني اساسا. ابل قالت لك بص يا عم انت معاك ديزاين جديد 5.6 مللي وشاشه 6.5 انش 120 هرتز والمعالج الجديد الاي 19 برو، حاجات كلها حلوه يعني مفيش اي مشاكل فيها. اسمع بقى العك اللي عملوه في النص، خلطه كده معكوكه غريبه الصراحه. بص يا باشا، اولا كده انت ما عندكش شريحه فيزيكال، احنا شغالين بالاي سيم فقط. ماشي. برضه معلش عشان الديزاين الجديد الرفيع ده فانا ما لقيتش مكان الصراحه اسمعك صوت ستيريو، فانت هتسمع الصوت من سماعه المكالمات بس. ماشي. البطاريه برضه فاهم، ربنا يعينك برضه، انا مش عارف ديزاين رفيع اعمل لك ايه، ديزاين رفيع. برضه نسيت اقول لك انت معاك كاميرا خلفيه واحده بس 48 ميجا بكسل، قضي بيها بقى بقيه حياتك كلها يعني، عيش كده وايه وتشقلب بيها. وكل العك ده ب 1000 دولار بس يعني فاهم اللي هو. وانا قاعد بتفرج على الايفنت انا صراحه قلت كلام ما ينفعش يتقال في الفيديو هنا يعني فاهم، اللي هو احتراما للناس اللي موجوده يعني وكده. انت متخيل يا باشا دافع 1000 دولار 1000 دولار 50,000 جنيه عشان تجيب تليفون كل ما فيه ان هو رفيع؟ مش فاهم يعني بامانه والله. انا من رايي يعني لو انت هتجيب ايفون السنه دي هات الايفون 17 باكج محترمه جدا جدا وهتوفر كمان 200 دولار وتبقى فله جدا، او تزود 100 دولار وتطلع لفئه البرو وحرفيا هتبقى نقلت نقله تانية. انما الاير ده انساه خالص من قاموس حياتك، شيله. وما تنساش بقى اللايك والفولو وتستنى الفيديوهات الجايه عشان في مواضيع كتير قوي هنقعد نحكي فيها مع بعض.